السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من إخواننا وأخواتنا يشتكون من تعطيل الزواج، يقول لك خطبت لكن كل مرة أجد مشكلة وأجد تعطيلا. وكذلك الأخت تقول لك جاوني الخطابة، جاوني فكثيرا ما يرفضون، أغلبهم يرفضون. يا إخوان، أولا اجعلوا قلوبكم ملأى بالله عز وجل، واربطوا قلوبكم بالله، واجعلوا توكلكم على الله. أول حاجة أنك لما تجي تخطب أو كيجيك خاطب ولا استعملوا الاستخارة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة والسلف يستخيرون في أمورهم كلها، أمور صغيرة تقول مثلا فكيف بالزواج؟ كانوا هم أمور صغيرة يستخيرون الله عز وجل فيها، فكيف إذا كان أمر الزواج وهو الميثاق الغليظ؟ الأمر الثاني، إذا وجدت هذا التعطيل ما تجعلش الأمر كله متعلق بالسحر وكذا، وأنا عندي تابعة وأنا عندي كذا والناس متبع، لا تجعل هذا الأمر دائما. لكن إذا كان هذا فعليك بالرقية التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن تجمع بين كفيك وتقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم تمسح بهما جسدك كله. امسح جسدك كله. هذه كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة. ومن هو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فما بالك نحن أهل المعاصي وأهل الكبائر. فحاول أنك دائما ترقي نفسك، وحافظ على الأوراد، حافظ على ورد أذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن، هذه تكون فتوحات عليك في الدنيا. ثم اجعل 7 ورقات من سدر يكونوا يابسين، وضعهما في دلو من ماء، اطحنهم مليح وحطهم في الدلو تاع الماء، ثم اقرأ عليهما، ما تديهمش للراقي، فأنت المضطر، أنت الذي تتقرب إلى الله عز وجل، وأنت المريض وأنت العليل. ما تروحش مباشرة تروح الراقي يقرأ لك، لا، أنت اقرأ. الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فأنت هو المضطر، ادعي الله عز وجل وأنت مضطر، وأنت تلح على ربك في الدعاء. فاقرأ في هذا الدلو، اقرأ سورة الفاتحة 7 مرات، وآية الكرسي 7 مرات، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 7 مرات. انظر، اشرب منها قليلا واغتسل بالبقية. ونسأل الله العظيم أن يفك كل سحر على كل مسحور، وأن يبعد عنكم العين، وأن يبعد عنكم الهموم والأحزان، وأن يفتح الله عليكم بالبركة والرزق إن شاء الله. ثم نصيحة أخرى في الأخير، ما تكثروش الشروط، خاصة من الجانبين. ماشي تشترط كثيرا، تروح لخدامة تقولها نحبس الخدمة، ولا تروح لوحدة ما تخدمش تقولها لازم تخدمي، ولا تروح لوحدة مثلا ماشي متحجبة تقولها تلبسي لي الجلباب، ولا واحدة متجلببة تقولها نحي لي الحجاب، ولا تي مثلا يجيك هذا فقير، هذا ما عندوش الدار، هذا كذا. فما تكثروش من هذه. شوف، دائما اجعلوا نصب عينيكم أنه هذا العقد مبارك، أنكم تبنيوا أسرة محافظة، أسرة تعبد الله عز وجل، فالله عز وجل يبسط بينكما الرزق والبركة وتفتح عليكم. فكم من فقير غني، وليس الغنى كل هو السعادة. السعادة أن تكون تحت مرضات الله، أن تعيش تحت ظل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تجعل حياتك كلها لله عز وجل. وربي إن شاء الله يزوجكم شباب المسلمين، زوج شباب المسلمين، وارزق بنات المسلمين الحياء والعفاف والطهر. اللهم آمين. السلام عليكم.